السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم حسنة كيتشن، وفي اطار تحضيرات رمضان. اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم قنينطات او لي سيجار بمذاق جد مميز ومختلف، سهلين في التحضير وكيجيو ولا اروع في المذاق، مع طريقه الاحتفاظ في المجمد. وندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو للجبن. انا استعملت 2 علب، ممكن تستعملوا علبه واحده، مع صدر ديال الدجاج. وغادي نحتاجو الجبن المثلث، استعملت 5 د الحبات. غادي نحتاجو الكورنيشون اللي مقطع على قطع صغيره، والقليل ديال الملح، مع الفلفل الاسود او البزار، 3 ديال الفصوص ديال الثومه. وغادي نحتاجو القليل من الزعتر مع زيت نباتيه. في مقله على عافيه مهيله غادي ندير فيها القليل من الزيت مع الثومه، وغادي نضيف عليها صدر ديال الدجاج مع القليل من الملح والفلفل الاسود او الابزار. كنديو كنجيبوه في الدجاج حتى كيتشحر مزيان وكيطيب على خاطرو. صافي من بعد ما كيتشحر الدجاج وكنحسو به باللي طايب، صافي غادي نحيدو من المقله وغادي نخليه على جنب، نخليه حتى يبرد مزيان. في جبانه او في بول غادي ندير فيها جبن. انا استعملت 2 علب ديال الجبن، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن عندكم، لكم الاختيار. وممكن تستعملوا حتى الجبن ديال الريكوتا، انا استعملت هنايا الجبن طري. وهنايا عندي 5 ديال الحبات من الجبن على شكل مربع. غادي نخلطها شويه بالمعلقه، ممكن تستعملوا اكثر او اقل، ممكن تستعملوا 3 د الحبات ولا 4، لكم الاختيار. من بعد ما غادي نخلطوا شويه بالمعلقه غادي نضيفوا على الجبن الطري. وغادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الكورنيشون مقطع صغير، او ممكن تحكوه. وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال الزعتر. غادي نحكو شويه بين ايديا وغادي نضيفو على الجبن. صافي من بعد ما طيبت الدجاج وخليته تابرد مزيان، انا طحنته على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، او ممكن تقطعوه قطع صغيره، لكم الاختيار. صافي غادي نضيف الدجاج على الجبن وغادي نخلط المكونات حتى تنسجم مع بعضها. فبالنسبه لهاد الحشوه ديال الاجبان فهي المفضله عند الجميع. فكاين اللي كيدير انواع ديال الاجبان فقط بدون اضافات، وكاين اللي كيدير لي زيبينار. او ممكن ديروا نفس الاضافات اللي درت انا. انا درت الدجاج مشحر مع الثومه مع الكورنيشو ومع الزعتر. فكيعطيوها مذاق رائع، فجربوها يا البنات، فغادي تعجبكم بزاف. فهاد الحشوه هذه كنعمروا بها البريوات مع القنينطات، وكنستعملوها في كثير من المملحات. فكنحتاجو الورقه، فانا احتاجيت في هاد القنينطات او في هاد لي سيجار نص كيلو. فكنقسم الورقه، كنطوي الورقه على 2 ومن بعد كنقسمها على 2، وكنعاود نقسمها على 4 على شكل مثلثات. فهاد الطريقه هذه فات ليا تشاركتها معكم في لي فيديو اللي من قبل ديال بسيطلات صغار. كناخذ الكميه اللي غادي نخدم بها، وكنحتفظ بالكميه في البلاستيك الغذائي باش ما كتنشفش الورقه وتيبس لينا. كنفرق الورقه بهذا الشكل هذا، وكندهن الورقه بالخليط ديال الزبده والزيت. كندهن الورقه مزيان، والورقه كندير الجهه الحرشه الفوق هي اللي كتشوف فينا، والجهه الرطبه هي اللي كتكون في الاسفل.
صافي كندير الكمية ديال الحشوة بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، والحشوة راها مجموعة ومعلكة، فكنقاد الحشوة بإيديا باش تجيني مقادة وتجيني على شكل طولي. كنجمع الورقة من الجناب وكنحاول نقادها باش تجينا مستوى واحد ملي كنبغيو نطويوهم القنينطات او لي سيجار. صافي كنطويو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وهاد الطريقه هذه راها سهله، فما كتهزش الورقه بزاف وما كتشدش اليد بزاف، فكنتهيو منهم بسرعه. ملي كنوصل لهاد القنت هادي فكنلصق باصفر البيض، صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه. فكنجمع الورقه من الجناب وكنحاول نقادها باش تجينا مستوى واحد ملي كنبغيو نطويو القنينطات. صافي كنطوي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، فهاد الطريقه هذه راها سهله، ما كتهزش الورقه بزاف وما كتشدش لينا اليد، وكنتهيو منهم بسرعه. فالقنينطات كيعطيونا كميه اللي هي كثيره ماشي بحال البساطل. وطبعا وكملاحظة ما تزيروش بزاف ملي تكونوا كطويو في القنينطات او السيجار باش ما كيطرطقوش في الطياب. وكيف ما كتشوفوا طريقة اللي هي مفهومة وسهلة جدا. صافي كنبقى نطوي حتى كنوصل لهذا الطرف هذا وكنلصق باصفر البيض، وممكن تلصقوه بالخليط ديال الدقيق مع الماء. صافي من بعد ما انتهيت من القنينطات فهذا هو الشكل ديالهم. فانا غادي نحتفظ بهم هكذا، ما طيبتهمش، ما درت ليهمش نص طيبه. وطبعا كاضافه اخرى كنأكد عليها انكم ما تزيروش القنينطات ديالكم ملي تكونوا كطويو فيهم. رخفوا يديكم شويه باش ملي تكونوا كطيبوهم في الفران او في الزيت ما يطرطقوش ليكم. وغادي نشوفوا طريقه الاحتفاظ بالقنينطات. صافي كنجيب بواطه كنستف فيها القنينطات بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، وكندير البلاستيك الغذائي ما بين طبقه وطبقه، كنفرق بيناتهم بالبلاستيك الغذائي. صافي من بعد ما كنستف القنينطات فكنفرق بين طبقه وطبقه بالبلاستيك الغذائي. صافي كنسد عليهم وكندخلهم للمجمد. فبحال هاد الوصفات فكينفعونا بزاف في الشهر الفضيل شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. فكتعمروهم ملي كتحتاجوهم كطيبوهم مباشره ملي كتجبدوهم من المجمد. كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها لأنها فعلا كتستحق التجربة. وكنتمنى ديروا جيم الفيديو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات، وتشتركوا في القناة إذا كنتم مازال ما اشتركتوا. إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.